كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا السؤال المكرر إياه: الأكل في رمضان لمرضى الروماتيزم. مرضى الروماتيزم عموما وبالذات طبعا الروماتويد والذئبة زي ما احنا متعودين. احنا عارفين القاعدة العامة ناكل كل حاجة إلا الملح، وطبعا ما أدراك بطبق المخلل، ويعني بنتفنن فيه قوي في رمضان. نبعد عن المخللات قدر الإمكان. 2، الدهون، وما أدراك ما الدهون، إشي صينية رقاق، وشي بط، وشي محشي مش عارف بإيه. يا ريت نتوسط جدا في أكل الدهون، لأن خصوصا إن في كمان دهون تانية كتيرة قوي موجودة في طبق الحلويات: كنافة بالمانجا، كنافة بالنوتيلا، بسبوسة، قطايف. فرجاء ناكل كل حاجة بس باعتدال، نقلل خالص الملح ونقلل خالص الدهون. ما ننساش كمان ان مهم جدا نشرب كمية مية كافية. فترة الفطار بتبقى من 6 تقريبا لغاية الساعة 4. ناس كتير بتنسى تشرب مية، محتاجين 2 ل 3 لتر مية في اليوم. وكمان عشان مهم جدا زي ما بنغذي الجسد نغذي الروح، افتكروا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طب اجيب منين التقوى دي؟ ببساطة، خليك في الحتة اللي ربنا يحبك تكون موجود فيها، وابعد عن الحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها. ودمتم سالمين، وكل سنة وانتم طيبين.